تعلن مقتل 16 جنديا جزائريا. الجارة الشرقية تتجرع كأس الانفصال. تشهد الولايات الجزائرية الجنوبية تضاربا في الأنباء بعد إعلان ما يسمى بحركة تحرير الجنوب الجزائر عن مقتل 16 جنديا جزائريا وأسر عدد منهم وسط صمت مطبق من السلطات الجزائرية. وحسب مصادر متطابقة والموقع الرسمي لحركة عبر تويتر، فإن الأسبوع المنصرم أعرف هجوما لمقاتلي حركة تحرير جنوب الجزائر في المنطقة الرابعة للجيش الجزائري التي تحدها أراضي المالية. والمصادر ذاتها التي تبقى غير مؤكدة بيّنت أن الهجوم أسفر عن مقتل 16 جنديا جزائريا، فيما تم أسر عدد منهم من أفراد الجيش الجزائري، وأخير الذي بدأ بسلسلة مفاوضات من أجل فتح إفراج عنهم. الحركة التي تنادي بتحرير جنوب الجزائر تتشكل غالبيتها من جماعة الطوارق الأمازيغية، والتي ورثت أعداء كبيرا الاستعمار الفرنسي، إذا تنادي باستقلال أراضي جنوب الجزائر التي تبدأ من مدن تندوف وأولفت وعين صالح ثم عين الماس، وتنتهي على تخوم الحدود مع مالي ونيجيريا وموريتانيا. وجاء انعقاد مجلس الأمن الأعلى الجزائري أسبوعا منصرما تزامنا مع إعلان الحركة عن تنفيذ عملياتها ليزيد من شكوك حول حضور خطورة الوضع بجنوب الجزائر. محمد غواطي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم، القانون والاقتصاد والاجتماعية بسلا، قال إن الهجوم يشكل تهديدا صريحا ومباشرا للأمن الإقليمي بمنطقة الساحل. وأضاف غواطي في حديث إن حادث يبين أمام النظام الجزائري خطورة أنظمة المسلحة التي تهدد سيرورة الأمن العام، معتبرا أن الأمر مشابه لجبهة البوليساريو التي تهدد أمن القومي للمغاربة. وتابع المتحدث عينه أن دعم الجماعات الانفصالية الذي يكون من قبل دول يكون في غالب مردودا عليها، وهو الأمر الذي يحصل مع الجزائر التي تدعم البوليساريو بالسلاح، فوجدت جماعة أزواط تهاجم أفراد جيشها. من جانبه قال هشام عبود، ضابط سابق بالجيش الجزائري، إنه شخصيا تابع عملية ترسيم الحدود الجنوبية للجزائر وخبر شؤون الطوارئ بالمنطقة الذين يشعرون على إطلاق بأي قمع تجاه ثقافتهم ولا يطالبون بأي شيء من أشكال الانفصال. وأضاف عبود في تصريح إن تحركات الزواد الذين يطالبون بالانفصال كانت بالأساس بتحريك من قذافي، وبقية مطالبهم محصورة في مالي. واستغربها المتحدث عينه من أن الأخبار مقتل جنود جزائريين، معتبرا أنها غير ممكنة ولا يمكن أن تحدث على أراضي جزائرية، كما أن حركة تحرير جنوب الجزائر تبقى غير موجودة على أرض الواقع. وتابع الضابط السابق بالجيش الجزائري أن الأخير هو من يخلق ويدعم جماعات الإرهابية وليس هو من يتلقى ضربات منها. وشدد المتحدث عينه على أن إعلان حركة عن مقتل جنود جزائريين غير صحيح، ويقابل ما افتراه النظام الجزائري من وجود اجتماع مغربي إسرائيلي فرنسي لضرب الاستقرار بالبلاد.